السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا حنان جمعة. طبعا مش انا صاحبة القناة، انا حنان جمعة صاحبة قناة حنان جمعة. الفيديو ده تعاون بيني وبين قناة اعمال يدوية، لان صاحبة القناة هي صاحبتي جدا وانا بحبها جدا. النهاردة هعلمكم طريقة عمل الخدادية الجميلة دي من جلابية قديمة. دي جلابية قديمة استخدمتها في عمل خدادية في البيت. نقدر نستخدمها للانتريه، للسرير، لسرير كبير او سرير اطفال. فكرتها حلوة وبسيطة وسهلة، وكل الحاجات بتاعتها موجودة في البيت. وكمان زوقتها بالكروشيه، يعني انا كمان مدخله فيها كروشيه. طبعا انتي ممكن ما تدخليش فيها كروشيه لو ما بتعرفيش تعملي. ويلا بينا ابطل رغي. دي الحاجات اللي ان شاء الله هنستخدمها النهارده في طريقه عمل الخداديه. اول حاجه هنجيب جلابيه عندنا تكون قديمه علشان نعمل شكل القلب. لو انتي تعرفي ترسميه ممكن ترسميه على اللي هي كرتونه، وبعد كده تقصي بيها، يعني تحطيها على الجلابيه وتقصي بيها. لو طبعا انا كنت وريتكم ازاي نعمل الخداديه على شكل قلب، كنت وريتها لكم في فيديو من الفيديوهات. فانا القلب ده هرسم بيه على الجلابيه، وهنستخدم خيط كروشيه علشان نبروزها من بره بالكروشيه، وهنستخدم مع الخيط ابره مقاس 4. وهيكون عندنا طبعا المقص والابره والخيط، وده قلم علشان نرسم بيه على الجلابيه. تعالوا نشوف كده هنشتغل ازاي على الجلابيه بتاعتنا. هنفرش الجلابيه كده. طبعا احنا هنفرشها من الظهر زي ما انتوا شايفين. دي جلابيه قديمه، فانا هستغلها في اني اعمل منها خداديه كده. هنجيب شكل القلب بتاعنا ونحطه عليها اهو كده، وهنرسم كده على الجلابيه شكل القلب ده بالقلم الفلوماستر. ما عنديش قلم زي ده، ممكن بالقلم بتاع الاولاد، قلم الرسم. على فكره طريقتها سهله جدا وما بتاخدش مننا وقت ولا حاجه. اهو زي ما احنا شايفين كده. بعد ما رسمنا القلب، احنا بقى لما نيجي نقص مش هنقص بس على قد القلب ده، لا احنا هنقص كده، هنسيب زي سنتي كده من بره، تمام، علشان الخياطة، علشان لما نيجي نخيط يبقى فيه مساحة نخيط فيها. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنقص الاول من هنا كده الجزء ده زي ما قلت لكم، هنسيب سنتي لفوق كده زي ما احنا شايفين كده. هنقص برضو من تحت من هنا كده، هنسيب برضو سنتي من تحت كده. نبدأ بقى نقص حوالين القلب بتاعنا، وزي ما قلت هنسيب سنتي حوالين القلب. طبعا وانتي بتقصي ممكن لو انتي مش محترفة في القص، ممكن وانتي بتقصي ما تبقاش مظبوطه معاكي الجزء اللي تحت مع الجزء اللي فوق. فانا بفضل ان انتي تعملي ايه، تجيبي دبابيس اهي، بنجيب دبابيس ابره ونحد يعني ندكك بيها كده في الخيط من جوه القلب اللي احنا راسمينه، يعني على مسافات بعيده كده، بحيث انه علشان لما نقص الجزء اللي تحت يبقى زي اللي فوق. بعد ما دككناها كده نقدر نكمل الخياطة
ان نكمل القص من غير ما نبقى قلقانين ان القماشة مثلا ملكلكة او حاجة. ادي الشكل بتاعنا بعد ما قصيناه. بس عايزة بقى ايه اقول لكم على حاجة، علشان يعني احنا زي ما احنا شايفين كده اهي، ادي حردة القلب. فانا عشان القلب يكون من هنا من النص شكله حلو، الجزء اللي هو فوق ده، بعمل ايه؟ باخد مثلث من هنا، بقص مثلث كده، يعني بتنيه كده اهو، القلب بالنص كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، شايفين؟ وباجي هنا عند الحردة بتاعت القلب اللي من فوق دي، اللي هما الجزئين اللي فوق، وبروح عاملة مثلث هنا كده، بحيث ان هو يديني شكل القلب لجوه كده. شايفين؟ مثلث كده. اهي عشان تبقى معايا بالشكل ده من فوق اهو زي ما احنا شايفين كده. بنبدأ بقى نخيط القلب بتاعنا. طيب احنا هنخيطه ازاي؟ هنمشي ازاي في الخياطة؟ هنمشي في الخياطة احنا هنسيب الجزئين اللي فوق دول كده اهو، الجزء ده هنسيبه مفتوح علشان ده اللي هنحشي بيه القطن. يعني ممكن هنسيب كده المثلث اللي احنا فاتحينه ده، ونبدأ نمشي بالخياطة على الرسمة اللي احنا عاملينها، على الرسمة نفسها اهو، على الخط اللي احنا عاملينه فيه اهي، الرسمة نفسها اللي احنا عاملينها هي دي اللي هنمشي عليها. الرسمة اللي عملناها بالقلم هي اللي هنمشي عليها بالإبرة. هنمشي ازاي؟ هنمشي كده لحد ما نرجع هنا عند اول واحدة اهو بالإبرة. طبعا نسيب الدبابيس زي ما هي ونخيط. بسم الله. يا ريت يا بنات لما نيجي نعمل حاجة، اي حاجة بنعملها لازم نسمي الله فيها. حتى سواء بنطبخ، بنغسل، بنشغل اي حاجة، بنخيط حاجة، علشان لا قدر الله ربنا يحفظنا من اي حاجة وحشة. هنفضل نخيط. طبعا اللي عندها مكنة تخيطها بالمكنة اسهل لها، يعني اسهل ومش هتاخد وقت. بس بصراحة انا بحب الخياطة على ايدي، كمان بطلعها زيها زي المكنة. احنا كده وصلنا لاخر الخياطة بتاعتنا، وهنقلب الكيس بتاعنا على الناحية التانية علشان نحشيه. طبعا انتي ممكن تشيلي الحتت الزايدة دي تقصيها، او تخليها زي ما هي عادي، ما فيش مشكلة، زي ما تحبي. اهو ادي الكيس بتاعنا. بعد ما خيطنا زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ نحشيه بالفايبر. القطن الفايبر ده على فكرة الكيلو ب20 جنيه. طبعا الكيلو يعمل لك حوالي خداديتين 3، يعني لو بنفس المقاس ده اللي احنا عاملينه. نبدأ نحشي من الفتحة اللي احنا سايبينها فيه علشان نخيطه بالإبرة. هنعمل ايه بقى؟ علشان هنا الجزء ده القطن بيبقى ماسك كده، هنحط دبابيس هنا كده، هندخلها نتنيها لجوه كده من الناحيتين عشان الخياطة تبقى لجوه،
وهنحط دبابيس هنا نمسكها بدبابيس الحتة دي. بص هنا في النص كده ونبدأ نخيط. وادي كده شكل القلب بعد ما خيطناه اهو. هنعمل ايه بقى؟ احنا علشان نعمله بالكروشيه لازم نمشي على الحفان دي بالخيط الكروشيه. طب احنا القماش ده تخين، ازاي نعمل شغل كروشيه عليه؟ احنا الاول هنمشي عليه بالابره، بس بخيط كروشيه بالابره العاديه، ابره الخياطه العاديه دي. نجيب ابره تكون مقاسها كبير، فتحتها كبيره علشان يدخل فيها الخيط الكروشيه، وهندخل الخيط الكروشيه ونبدا نمشي على الحفان دي كده بالخيط الكروشيه. تعالوا نشوف مع بعض اهو. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، جبنا ابره عاديه اهي وحطينا فيها خيط كروشيه، وهنمشي على الحفان دي. بصوا بقى هنعملها ازاي. هندخل الابره كده، طبعا انا عامله الخيط طويل علشان ما اقدرش اعمل وصله فيه. دخلتها من هنا، يعني دخلتها من هنا وطلعتها من الناحيه دي، وهرجع ادخلها تاني من تحت اهو. هاخدها على مسافات متساويه اهو، شايفين؟ بدخل من تحت واطلعها من فوق، وهفضل ماشيه بنفس الطريقه اهي. بس ايه، ما خليهاش تمسك قوي، يعني اخليها واسعه كده شويه علشان دي اللي هدخل فيها الغرز اهي. دي كده، دي اللي هدخل فيها الغرز. وارجع تاني من تحت كده وادخل الخيط واطلعه من فوق، وزي ما قلت هناخدها على مسافات متساويه. شايفين اهي كده؟ هنفضل ماشيين بنفس الطريقه اهي على مسافات متساويه كده، وادخل الخيط من تحت واسحبه من فوق اهي. ادينا هنا كده وصلنا لاخر حته في القلب بتاعنا. طبعا احنا عشان ما نقطعش الخيط هنا هناخد بالابره كده، هناخد بالابره كده ونطلعها من اي مكان تاني كده، نسحبها كده. بعد كده هنقص الخيط بتاعنا. ادي كده القلب التاني. هنبدأ بقى نعمل ايه هنا. الخيط اللي انا خيطته ده هبدأ اعمل فيه غرز حشو، افضل ماشية بنفس الاتجاه. هنجيب الابرة بتاعتنا، غرز الحشو دي هنعملها بابرة صغيرة. الابرة دي مقاس 5. وادي الخيط بتاعنا. نبدأ هنا كده هنيجي في اول غرزة عملناها، اول فتلة كده اهي كده، شايفين؟ دخلنا الابرة اهي، ندخل الابرة جوه كده، وبعدين هنسحب الخيط بتاعنا كده من الابرة اهي اهو، شايفين؟ وهنعمل غرزة هنا كده اهي كده.
في اول واحدة هنعمل غرزة، وبعد كده نيجي في التانية اهي هندخل هنا كده في التانية، شايفين اهو كده، ونسحب الخيط وهنسحب الخيط كده. ادي غرزة الحشو بتاعتي. هعمل برضو في اللي بعديها اهي، ادخل جواها الخيط واسحب الخيط كده وبعدين اشد. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة في الغرز كلها اللي احنا عملناها اهي كده اهي، شايفين اهو. بدخل في الغرزة بتاعتي كده، بسحب الخيط واخد غرزة اهي، هتبقى بالشكل ده. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة، نعمل غرز حشو في الغرز اللي احنا خيطناها بالإبرة الخيط لحد ما بنوصل في البداية هنا كده. بعد ما وصلنا للغرزة الأخيرة اهي كده زي ما احنا شايفين اهي، بعد كده هنقفل في اول غرزة هنا. بعد كده بعد ما عملنا غرز الحشو هنبدأ نعمل في كل غرزة حشو هنعمل عمودين، في كل غرزة هنعمل عمودين. هنعمل الاول هنا كده هنعمل عمود من 3 غرز، هنرفع كده سلسلة من 3 غرز، 1 2 3، وفي نفس غرزة الحشو هنعمل عمود من لفة واحدة اهو زي ما احنا شايفين كده. وهنكمل باقي غرز الحشو بنفس الطريقة، هنعمل في كل غرزة حشو هنعمل عمودين اهو. طبعا لو في ناس ما بتعرفش تعمل شغل الكروشيه ده، ممكن تجيب شريط ستان وتخيطه هنا في الحفان بتاعة القلب ده اهو كده. ادي عمودين، ونيجي غرزة الحشو اللي بعديها هنعمل فيها عمودين بلفة. في نفس الغرزة هنعمل عمود كمان، ونيجي للغرزة اللي بعدها هنعمل عمودين. ادي عمود وادي عمود، وهنفضل ماشيين بنفس الطريقة. بعد ما خلصنا الصف بتاع الأعمدة نقدر نعمل صف أعمدة تاني. هنقفل كده آخر عمود في أول عمود هنا كده اهي، ونقدر نعمل صف أعمدة كمان فوق كل عمود عمودين، بس ممكن نعمله بلون تاني. مثلا نستخدم اللون ده هيمشي مع لون الكيس اهو كده. نربط الخيط اللي تحت الاصفر ده نشده كويس، وبعدين هنعمل اهو. عملنا 3 غرز شايفين. بعد كده هنعمل في نفس العمود هنا كده هنعمل عمود كمان. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة علشان يدينا شكل مكشكش كده يبقى شكله حلو. هنعمل كمان في العمود اللي بعديه هنعمل ادي عمود بعدين عمود كمان هيدينا الشكل ده كده. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد ما بنوصل عند اخر الصف.
وبعد ما خلصنا الصف بتاعنا هنقفله كده في اول عمود اهو. هنا كده في اول عمود عملناه نعمل غرزة نقفل بيها كده، وبعدين نقفل الخيط بتاعنا كده وهنقصه. وادي شكل القلب بتاعي. هنعمل ايه بقى؟ احنا طبعا علشان يعني يبقى منظره حلو كده من قدام ممكن نزينه باكتر من طريقه. يعني ممكن نعمل قصاقيس قماش ونلزقها هنا بالشمع، يعني نعملها على شكل قلب، نلزقها قصاقيس كده مثلثات ونلزقها على شكل قلب. ممكن كمان نجيب مثلا قماش ستان ونكشكشه كده ونعمله على شكل قلب هنا برضو. او ممكن بمسدس الشمع نكتب كلمة لوف وبعد كده ندهنها بجليتر، نرش عليها جليتر هيبقى شكلها حلو. ممكن برضو الطريقة الثالثة وهي دي اللي انا هعملها ودي اسهل حاجة، ان احنا يعني نشكشك كده بالابرة هنا علشان يدي كده شكشكة كده تبقى شكلها كده الشكل ده زي ما انا حاطه صبعي كده. وممكن نحط رسمة هنا او لعبة او خرز او اي حاجة، بس احنا الاول هنعملها بالابرة. ادي هنجيب الخيط اللي كان باقي مننا، الخيط الصوف مش خيط عادي، لا هنجيب خيط الصوف اللي كان باقي مننا. ونعمل ايه بقى؟ بالابرة كده وهنطلع من الناحية التانية اهي في نفس المكان الناحية التانية. شايفين اهو كده، وادخل تاني من هنا كده جنبها واطلع من الناحية التانية واشد جامد كده بحيث انها تديني شكل في النص. وبروح بالابرة بتاعتي في كل الاتجاهات بحيث انها يعني تدي شكل كويس في كل الاتجاهات عشان تبقى مكشكشة من جميع الاتجاهات اهو كده. شايفين اهو بشدها جامد علشان تديني شكل كويس اهو زي ما احنا شايفين كده. بعد ما ضمناها من النص هنا ممكن نحط هنا اي حاجة تداري الخيط ده، زي مثلا ده حلق اطفال بجنيه على فكرة بيجيب، هو حلق بلاستيك وفي البتاعة اللي بتتركب فيه من ورا دي انا ناسية اسمها. احنا ممكن نعمل ايه؟ نركبها هنا كده في الخيط ونقفلها وبكده يكون ده الشكل النهائي للقلب بتاعنا. طبعا ينفع خدادية على سرير بيبي او يكون خدادية على سرير عروسة، بس نعمل اتنين شبه بعض وبنفس اللون، او خدادية للانتريه كمان على كنبة الانتريه، او تحطيها وراكي على الكرسي. اتمنى ان الفكرة تكون سهلة عليكم وعجبتكم، وانا سعيدة جدا بالتعاون مع قناة اعمال يدوية، وان شاء الله اتعاون مع القناة مرة تانية واقابلكم في فيديو جديد من فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.